تخيل معايا جوج الناس كبروا في نفس الحي، قراو في نفس المدرسه وداروا نفس المجهود، واحد فيهم كلشي تيسر ليه والاخر اي حاجه حط في يديه ما كتصدقش والو، ما عندوش الزهر. اي واحد شافو كيقول عليه منحوس، والاولاني اللي قلت لكم اي حاجه كتصدق ليه كيقولوا عليه عنده الزهر. وهنا غادي نطرحوا واحد التساؤل، واش بصح كاينه شي حاجه سميتها الزهر ولا كاين قانون خفي كيسير هاد اللعبه؟ العلماء في جامعات بحال هارفارد وستانفورد دخلوا لهاد المتاهه بداو كيقلبوا، والنتيجه اللي لقاو غتخليك تعاود النظر في اي حاجه طرات لك في حياتك. وهنا غادي نسولك واحد السؤال، واش انت منحوس ولا غير ما فاهمش قانون اللعبه؟ قبل ما نهضروا على العلم اجي نعاود لك القصه ديال فرانو سيلاك. هاد السيد كرواتي وفي حياته نجا من حادثه قطار طاح في النهر، وحادثه ديال طياره تفرقعات، وحادثه ديال الكار، ونزيدك طوموبيل شعلات فيها العافيه 7 المرات وهو كيشوف الموت وكيخرج منها سالم. وفي الاخر تخيلوا معايا شنو وقع، قمر وربح $1,000,000. تخيلوا معايا الزهر ديال العالم كامل ومجموع عند هاد السيد هذا. وهنا العلماء قالوا بلاتي صبر ما تهضرش تنكتشفوا بعدا شنو طاري لهاد السيد. واش هاد السيد عنده الزهر حيت ربح $1,000,000 ونجا من كاع هاد الحوادث، ولا منحوس حيت طراو ليه كاع هاد الكوارث؟ يلا جاوبني على هاد السؤال هذا، يلا جاوب. هاد القصه كتخلينا نطيحوا قدام اللغز. واش الزهر هو شنو كيطرى ليك ولا كيفاش كتعامل مع داكشي اللي كيوقع؟ العالم النفسي ريتشارد وايزمان دار واحد التجربه اللي بقات للتاريخ. جاب ناس كيقولوا على راسهم عندهم الزهر وناس كيقولوا على راسهم منحوسين، عطاهم واحد الجريده قال لهم حسبوا لي شحال من تصويره كاينه في هذه الجريده. وهنا كانت صدمه كبيره اللي خارجه على التوقعات. المنحوسين تعطلوا بزاف وما كيحسبوا، اما اللي عندهم الزهر لقاو الجواب في الثواني. ورا اصلا هادو عندهم الزهر صافي غير غادي يلقاو، الاخرين راه منحوسين، راه واخا يعيون يقلبوا في التصاور ما غاديش يلقاوها. اسيدي قال لك في الصفحه الثانيه كانت مكتوبه شحال من تصويره كاينه في كاع الجريده، ونزيدك مكتوبه بخط عريض يعني باينه، ومكتوبه ما تحسبش كاينه 43 تصويره في هذه الجريده. دابا غادي نجيو للدليل العلمي. الناس اللي عندهم الزهر كانوا مرتاحين وهما كيقلبوا في الجريده، داكشي اللي خلاهم انهم يدوروا للصفحه الثانيه ويلقاو الجواب بسهوله. اما المنحوسين كانوا متوترين ومركزين في الحساب، يعني ما قدروش يدوروا الورقه، فضاعت منهم واحد الفرصه اللي كانت بين يديهم. حنا في المغرب عندنا واحد المصطلحات بحال التابعه، بحال النحس. الا وقعت لنا شي حاجه خايبه، لا راه ضربوني بالعين، لا راه النحس، لا التابعه. هو صراحه كاينه العين، ولكن خاصنا نتفقوا باللي راه دماغ فاش كتدخل هذه الفكره ديال اي حاجه درتيها غادي تبعوك عليه، راه عمرها ما غتصدق حيت دماغك ديما تيبقى في ديك الفكره. وهنا غادي نمشيو لوجهه النظر ديال علم النفس في هذا البلان. كاين ما يسمى بالنبوءه المحققه لذاتها، سيلف فيرفيرين بروفيسي. ما عرفتش واش نطقتها مزيان ولا لا، ولكن راه كتكتب بحالك. ملي كتقنع راسك باللي انت منحوس راك فري كتلقى راسك منحوس وما عندكش الزهر، وكتلقى داكشي اللي اصلا كتقولوا على راسك راه كيوقع ليك. اغلبيه اللقطات ديال كريستيانو رونالدو قبل ما يتيري اي كفر كتلقاه كيبقى يهضر مع راسو، يعني هنا كيحاول يقنع راسو باللي يقدر يماركيها. دونك هنا اوتوماتيكمون الدماغ كياخذ ديك الفكره ديال يقدر يماركيها وكيستبعد جميع الافكار الاخرى. وهنا كما قلنا في النبوءه المحققه لذاتها سيلف. المهم ما تديوش عليا لونغلي عندي شويه. ملي كتقنع راسك باللي انت منحوس، عقلك الباطن كيبقى يقلب غير على المشاكل، وبطبيعه الحال كيخليك دير اخطاء بلا ما تحس. وفي الاخر كتقول شفتي انا ديما بحال هكا، علاش انا ديما ما عنديش الزهر؟ العلماء قالوا باش تصدق لك شي حاجه ولا باش ما تطيحش في هذا البلان ديال انا منحوس لا هذه، ولكن راه الاقدار بيد الله، هذه كنقولوها وكنأكدوها. ولكن باش تمشي وانت مطمئن وباش تحيد منك هذا البلان ديال انا ما عنديش الزهر في هذه، ما عنديش الزهر في هذه، كاينين واحد 4 ديال القواعد الاساسيه اللي خاصك دير بها. اول حاجه هي الثقه في الله، واي حاجه طرات راه فيها خير. ما تعرف مثلا ديك النحسه اللي طرات لك بحال لك خونا اللي طاح ليه طاح عليه القطار، طاح في النار، طلعت الطياره تفرقعات وهذا الشيء كامل ونجا. ثاني حاجه هي الانفتاح، يعني جرب حاجات جديده، تلاقى مع ناس جداد حيت الفرصه ديما كتجي من المجهول. ثالث حاجه اللي هي الحدس، حاول تسمع لقلبك وحاول تاخذ بداك الشيء اللي كيبان لك نتايا بعقلك منطقي، وما تديش على الاراء ديال الناس اللي كيبداو يديروا. رابع حاجه هي التفاؤل العقلاني. المحظوظ كيشوف النص العامر من الكاس، واخا يكون غير شويه كيبدا يشوف ديك العموريه. الفاشل ولا اللي كيقول على راسو ما عندوش الزهر كيبدا يشوف داك الخوا كامل، وعلاش انا عندي غير شويه وهذا الشيء كامل وخاوي. وفي الاخر الزهر ماشي هو جن متبعك بالخير ولا متبعك بالشر، الزهر هو الاستعداد اللي كيتلاقى مع الفرصه. التاريخ كيوريك باللي العظماء ما تسناوش الزهر باش يجي يدق عليهم، هما اللي صنعوا الزهر ديالهم بيديهم. قول لي في لي كومونتير واش عمرها وقعت لك شي حاجه في حياتك وما عرفتيش واش الزهر ولا نحس. بارطاجي الفيديو مع صاحبك اللي ديما كيتشكى من النحس. خويا انا منحوس مالي يا صاحبي، هذا الكرسي
وري هذا الفيديو قول لي راه غادي يبدل لك حياتك. المهم كان هذا هو الفيديو، واخا قصير سمحوا لي بزاف، ولكن كنحاول نلوح لكم ماكسيموم، زعما نخليوح لكم ماكسيموم ديال الفيديوهات ان شاء الله من هنا وقدام. المهم غادي نحاول ما امكن نلوح لكم فيديوهات بحال هكا اللي يكون فيهم تعليم كذا، ثقافه، العيبات هذه راكم عارفين انا هكا تبقى تحرجوني اصلا. المهم كان هذا هو الفيديو، السلام عليكم. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door.